المشاهدون الأكارم، طبتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون دولة إريتريا يحييكم مقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. معكم فيها قاسم أحمد، والبدء بأهم ما جاء فيها. نفير حصاد في القشبركة. تجميع القرى في مديرية قلعلو يرسي أساس متين للتطور. تطور برنامج محو الأمية في صنعفين. إسرائيل تقتل مسلحا في غزة وناشطون يطلقون الصواريخ عليها. قتلى في انفجار سيارة ملقومة قرب وزارة الداخلية بكابل. وترامب يجدد انتقاداته لسياسة التجارة للاتحاد الأوروبي. تقوم مؤسسة الماشية والقلال الإريترية بحصاد محصول أكثر من 6000 هكتار من مزارع المنطقة الجنوبية الغربية بإقليم القشبركة بالنفير الذي تنظمه قيادة الجبهة الغربية والإدارات. وأفاد مسؤول مزارع المنطقة الجنوبية الغربية في مؤسسة المواشي والقلال السيد حيرزقي هابتي زراعة مساحة 4500 هكتار في كتاي و1500 هكتار في قرصة بالسمسم والذرات هذا العام. وتجري عملية جمع المحصول بنفير يشارك فيها الطلاب وعمال المؤسسات الحكومية والسكان وأفراد قوات الدفاع. وأشار إلى التوقعات بحصاد محصول وفير لغزارة الأمطار والاستعدادات البشرية والآلية، مشيدا بتفاني المشاركين في النفير. من جانبه أوضح المدير التنفيذي لإدارة مديرية تسنية السيد تسفازقي أوبازقي تنظيم النفير حسب الضواحي لسعة الأراضي المزروعة، وأن مساحة 350 هكتار خصصت لمديرية تسني. وأفاد سكان مدينة تسنية العمل في مجموعات للإسراع في الحصاد قبل تلف المزارع بالأمطار المتأخرة. وذكر المشرفون على العمل تنفيذ أعمال فاعلة لحصاد محصول السمسم والذرة. في إطار الجهود الحثيثة الجارية لإرساء الخدمات الاجتماعية على مستوى البلاد، أدت عملية تجميع القرى التي تشهدها مديرية قلعلو منذ فجر التحرير إلى إرساء أساس متين للتطور بإنشاء الخدمات الاجتماعية. وفي اللقاء الذي أجراه مدير المديرية السيد محمود إبراهيم مع إرنا أشار إلى أن الجهود الحثيثة الجارية لحصول المواطنين على الحياة المستمرة والاستفادة من الخدمات الاجتماعية ظلت تحقق نتائج مرضية رغم مواجهتها بعض التحديات، وأن تشييد 40 مدرسة في مختلف مناطق المديرية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية خير دليل على ذلك. وأوضح السيد محمود تشييد مؤسسات صحية ناجحة في مناطق بدة وقلعلو وإنجل ومكانيلي وبويا، وظلت تحقق خدمات صحية ناجعة للمواطنين. وإلى جانب ذلك ظلت تلعب حملات التوعية والسيمينارات الجارية لرفع الفهم والمعرفة الصحية دورا محوريا للحد من العادات الضارة والتقليل من وفيات الأمومة والطفولة. وقال فيما يتعلق بالتنمية الزراعية إنه وتماشيا مع برنامج التجميع يجري توزيع الأراضي الزراعية بصورة مدروسة حسب اللوائح الصادرة، حيث تم إعداد أكثر من 6000 هكتارات من الأراضي الزراعية في ضاحية بدة، مشيرا إلى أنه يتطلب توفير آليات ثقيلة لتسهيل مهام بناء الحواجز المائية. وذكر السيد محمود إبراهيم بأن 7 إدارات دواحي في المديرية ظلت تستفيد من خدمات الهاتف النقال، فيما تترقب الإدارات ال5 المتبقية تفعيل ذلك البرنامج الممنوح اهتمام أكبر من الحكومة. وقال إنه يجري التفاهم مع الجهات المعنية لإيجاد حل جذري لمسألة مياه الشرب النقية، فيما اكتملت الخطة الإسكانية لبلدة قلعلو حاضرة المديرية. أفاد الاجتماع التقييمي لبرنامج تعليم الكبار في مديرية صنعفية تحقيق نتائج مرضية لإكمال 87% من المسجلين لمحو الأمية والدراسة. وأوضح مسؤول تعليم الكبار في المديرية الأستاذ كيدان مريم نقوسي أن جهود منسقة تبذل بالإدارات ومكتب وزارة التعليم لخفض الأمية إلى أدنى مستوى. وقدم تعليم الكبار هذه السنة في 10 نقاط تعليمية.
وحث على التعرف على الأطفال من عمر 6 وحتى 14 سنة الذين فاتتهم فرص التعليم بسبب حياة الترحال الرعوية خاصة في المنحدرات الشرقية، وكذلك خلق أرضية لتعليمهم. وذكر مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ برهان يوهنس أن نجاح تعليم الكبار يتأتى بمشاركة المجتمع والإدارات، داعيا لتنفيذ متساوي لبرنامج تعليم الكبار في كافة الضواحي. وأشار مدير مديرية صنعاء السيد إدريس علي شكر إلى الدور الإيجابي لإدارات الضواحي ولجان القرى للدفع ببرنامج محو الأمية العام الماضي. وهذا الاجتماع لتنظيم الدورات التأهيلية لتضييق الهوة بين الإدارات في المراقبة والإدارة والقيام بالدراسات للتعرف على الأطفال والكبار غير الحاصلين على فرص التعليم ومراقبة القرى التي محت أميتها للحيلولة دون حدوث انتكاسة. قدمت الدعوة في اللقاء الذي نظم في 9 من نوفمبر الجاري لتقييم الجهود الحثيثة الجارية لرفع أعداد المساهمين في برنامج محو الأمية بمديرية الدخالة. وأوضح مسؤول برنامج تعليم الكبار في المديرية الأستاذ برهان دبرسيون في اللقاء وجود 409 مواطن يدرسون في 8 نقاط تعليم في هذه الفترة بالمديرية، فيما تجري حملات توعية لزيادة العدد. من جانبه ناشد مسؤول تعليم الكبار في الأقليم الجنوبي الأستاذ بلاي نور حسين مدراء 22 إدارة ضاحية في مديرية الدخالة والمعلمين العاملين في تلك المناطق لتعزيز جهودهم من أجل مساعدة الذين لم يمحوا أمنيتهم للاستفادة من الفرص المتاحة. وذكر مدير المديرية السيد عند مسكال أدحانوم أهمية محو الأمية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي، مؤكدا جاهزية إدارته للقيام بكل ما في وسعها لفعالية البرنامج. تشهد المديريات والوزارات وفروع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في الإقليم الأوسط وغيرها من الجهات في الإقليم تنظيم سيمينارات بمناسبة الذكرى ال40 لتأسيس المرأة عبر الخبيرات الموكلة إليهن هذه المهمة. وتتناول الخبيرات في هذه السيمينارات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والجهود الحثيثة الجارية لتأكيد حقوق المرأة ومشاركتها المتساوية في كافة المجالات وسبل تطوراتها، وكذلك نتائج المهام المسيرة بعد الاستقلال لتقوية المرأة اقتصاديا وتقدمها بالمعرفة الأكاديمية والمهنية، وحملات التوعية المنظمة للحد من العادات البالية التي تضر بالمرأة وتطورها، والنتائج المحققة في هذا الشأن. وأشار السيمينار الذي نظم في 11 من نوفمبر الجاري مصحوبا بالأرقام حول مساهمة المرأة في مائدة التعليم إلى ارتفاع النسبة في رياض الأطفال ب 73%، وفي المدارس الابتدائية ب 27%، وفي المدارس الإعدادية ب 63%، وفي المدارس الثانوية ب 61%، وفي المدارس العليا ب 45%. وفيما يتعلق بالمجال الصحي انخفضت نسبة الوفيات التي كانت 1590 من 100,000 حامل إلى نسبة أقل من 240 حالة، وانخفضت نسبة ختان الإناث التي كانت حوالي 95% من 1995 إلى 7% حسب الدراسة التي أجريت في العام 2015. وسوف تستمر السيمينارات الجارية عبر الخبيرات حتى 15 من نوفمبر الجاري. نظمت ندوة تساعد قضاة المحاكم ولجان الصلح المنتخبين حديثا في مديرية الدبار ولإنجاز أعمالهم بسهولة ويسر، فيما قدم شهادات تقديرية للذين خدموا أكثر من 10 سنوات. وقال المشرف على الندوة مسؤول المحكمة في الدبار والسيد برهي حاغوس إن الندوة نظمت لضرورة إكساب المنتخبين الجدد المعلومات المهمة قبل انخراطهم في العمل، مشيرا إلى الأعمال المنجزة بالنظر إلى الإيجابيات والقصور. وحسب التنظيم الحديث انخفضت المحاكم في المديرية من 14 إلى 9 محكمة، ويعمل في كل محكمة قاضي واحد و3 لجان صلح.
وقدم المشاركون في المناسبة من القضاة والشرطة والمدراء والمواطنين آراء ومقترحات مهمة مثل تنظيم لقاءات في وقت محدد لتصحيح الأخطاء في أوانها. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. أهلا بكم. أطلق ناشطون فلسطينيون صواريخ على إسرائيل في اليوم الثاني من العنف المتصاعد عبر الحدود، مما جعل الناس يهرعون إلى الملاجئ مع دوي صفارات الإنذار رغم عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح. وبدأ يوم الثلاثاء أسوأ قتال منذ شهور بعد أن قتلت إسرائيل قياديا كبيرا من حركة الجهاد الإسلامي في غزة، متهمة إياه بأنه هو العقل المدبر للهجمات التي وقعت ضد إسرائيل في الآونة الأخيرة. وردا على ذلك، أطلق مسلحون من حركة الجهاد الإسلامي نحو 200 صاروخ على إسرائيل، وأدت ضربات جوية إسرائيلية أخرى ضد أهداف لحركة الجهاد في غزة إلى مقتل 8 فلسطينيين آخرين. ويبدو أن حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تحكم قطاع غزة بعيدة عن القتال حتى الآن. وذكر مصدر دبلوماسي لرويترز أن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط في طريقه إلى القاهرة لبدء وساطات لإنهاء العنف. قال متحدث باسم الحكومة الأفغانية أن 7 أشخاص قتلوا وأصيب 7 آخرون بعد انفجار سيارة ملغومة قرب وزارة الداخلية في العاصمة كابول. وجاء انفجار السيارة الملغومة بعد يوم من الإفراج عن 2 من كبار قادة حركة طالبان وزعيم بجماعة حقاني مقابل إطلاع سراح أستاذ جامعي أمريكي وآخر أسترالي في تطور عبر بعض المحللين عن أملهم في أن يؤدي إلى نزع فتيل العنف في أفغانستان. وذكر مصدر في وزارة الدفاع الأفغانية أن الانفجار نتج عن عملية انتحارية بواسطة سيارة مفخخة واستهدف موكب آليات حكومية على طريق رئيسي، ولم يعرف بعد ما إذا كان عناصر من الموكب بين الضحايا. ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الاعتداء الذي وقع في ساعة ذروة. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتقاداته للسياسات التجارية للاتحاد الأوروبي، قائلا إن الاتحاد أقام حواجز فظيعة مجحفة بالمنتجين الأمريكيين. وأبلغ ترامب بمنتدى نيويورك الاقتصادي أن الاتحاد الأوروبي أصبح صعب جدا، متهما إياه بإقامة الحواجز التي تعتبر في جوانب كثيرة أسوأ من الصين. وقع رئيس الوزراء الإسباني المنتهي ولايته بيدرو سانشيز اتفاقا بين حزب الاشتراكي المتصدر في الانتخابات التشريعية وحزب بوديموس اليساري الراديكالي لتشكيل حكومة ائتلافية. وأعلن الطرفان توصلهما الثلاثاء 12 نوفمبر لاتفاق مبدئي بهدف تشكيل حكومة تقدمية تستمر ل4 سنوات. وقال سانشيز أن الاتفاق مفتوح أمام الأحزاب السياسية الأخرى في البلاد، وأن الهدف هو الحصول على دعم كاف في البرلمان لتشكيل حكومة. وكانت الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم الأحد 10 من نوفمبر الماضي قد أحدت فوزا نسبيا للحزب الاشتراكي، ولكن بتراجع عن الانتخابات الماضية في أبريل الماضي بخسارته 3 مقاعد، كما لم تعطه الأغلبية كما كان يأمل زعيمه سانشيز الذي طلب تفويضا من الناخبين لمنحه القدرة على إخراج البلاد من أزمتها السياسية المستمرة منذ 2015. ولم يخف رئيس الوزراء الإسباني أنه يفضل أن يدير البلاد وحيدا بالاعتماد على غالبية ضعيفة بدل السعي إلى التوافق مع اليسار الراديكالي وتحديدا حزب بوديموس. مشاهدينا الأكارم، هكذا انتهت النشرة. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.